ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده رجعنا مع بعض نعمل طاجن جمبري بطريقتي، طريقه مميزه جدا وطعم حلو وسهل قوي. يعني مش هتبطلي لو جربتيه مره، مش هتبطلي تعملي. لو مستعجله هيطلع معاكي نتيجه روعه. نشوف مع بعض المكونات ايه هي. هنا التتبيله، هبتدي بتتبيله الجمبري. طبعا انا كنت منضفاه عشان وقت الفيديو، بس انا مستخدمه نص كيلو جمبري. التتبيله بتاعتي 5 فصوص من الثوم، عليهم قرن فلفل اخضر وقرن احمر، رومي بلدي بقى اللي انت حابه تزودي شطه حطي، يعني دي اختياري. هبتدي كده افرمهم في الكبه او بالهون زي ما انت تنعميهم. وهبتدي دلوقتي اضربهم كويس وهضيف عليهم بقى الخلطة بتاعتي. هي سهلة جدا، ملح وفلفل بسيطة، ملح وفلفل، ملح وكمون وكزبرة ناشفة. وكمان بجيب اللي هي توابل السمك، من اللي هي ويلز، انا يعني او اي نوع انتي تحبيه. بحط منه معلقة صغيرة زي ما هتشوفي، وعصير ليمون. حاول كتري الليمون، بيديه طعم حلو. يعني هو السمك يعني ليمون، اي حاجه بتاعت بحر ليمون ماشي. انا مش بضيف له حاجات كتير. هنا دي كان حسيت ان هي محتاجه شطه حمراء، حطيت. هو فلفل احمر بصراحه انا كنت جايبه كيلو وضرباه في الكبه وحطاه، بستخدم منه على طول. بس حسيت ان هي محتاجه فحطيت. انا بحب الفلفل الاحمر شويه. حطيت التوابل بتاعتي زي ما قلتلك، ملح وكمون وكزبره، والخلطه التوابل اللي انا مستخدماها زي معلقه كده، اللي هي بتاعت السمك. ممكن تجيبيها من عند العطار، ممكن تستغني عنها، بس هي بتضيف يعني نكهه حلوه قوي. ممكن تستغني عنها خالص. هبتدي بقى احط الليمون. عندي نص ليمونيه من اللي هو الليمون الكبير، او ليمونتين لو الليمون متوسط كده ماشي. تدوقي الملح بتاعها وخلاص على كده. الطريقه طبعا التتبيله دي ممكن تستخدمها لجميع انواع السمك. هنا كنت بوريك انا نضفته ازاي. طبعا شلت اي زيادات وفتحته من الظهر، وشلت سلسله اللي هي الرمل، وغسلته كويس قوي. هبتدي بقى اجيب الطاسه بتاعتي، وهبتدي احط فيها شويه زيت او سمنه او زبده اللي متوفر عندك. ملهاش حاجة معينة. وهبتدي احط نص، يعني شوية من الخلطة اللي انا عملتها. لو انت شايفة ان هي كبيرة، انا كنت عاملة سمك جنبها بصراحة، فخدت منها شوية السمك، عشان كده لو كنت تلاحظي ان هي كتير. في مرة تانية هبقى اوريكم السمك بتاعي المشوي والمقلي، اللي هو البلطي والماكريل السنجاري. هوريكم طريقتي فيه. طريقته برضو مميزة وطعم لا يقاوم. هبتدي كده اشوح لحد ما احس ان هي اتشوحت معايا، وفي نفس الوقت ريحه التتبيله دي طلعت. هبتدي كده اديلها تقلبتين على النار، وهنزل بالجمبري زي ما هتشوفوا معايا كده. جربيه، مش هتخسري حاجه. اي نوع جمبري وسط صغير، مش شرط يعني الحجم بتاعه. معلومه بس، لو انتي قشرتيه، هو حتى لو حجمه كبير بيكش معاكي اكتر من انتي تسيبيه بقشره. في نفس الوقت القشر بتاعه بيبقى يعني بينزل الخلاصه بتاعته في الطاجن بقى، بيديكي طعم حلو قوي. حابه تقشريه قشريه، انا بديكي فكره بس. ما بيكشش قوي لو انتي مقشرتوش، انما لو قشرتيه بيكش كده. انا كنت بنزل بالجمبري معايا، ابتدي اديله تقليبه كده، اشوحه حلو قوي بالتتبيله ديت، لحد ما يبتدي بقى ينزل الخلاصه بتاعته. هو نص حابه بقى تستخدمي الصغير بتاع الشوربه، الحجم اللي انت عايزاه او الحجم اللي انت تفضليه. انا عارفه ان الجمبري غالي، بس ممكن يعني لو انت مش شرط الحجم، يعني في الوصفه دي مش شرط الحجم فيه. لو هيتقلي بقى، لو انت هتقليه عايزينه مقلي، ابقى اوريكم طريقتي في المقلي برضو، طريقتي حلوه فيه. بيبقى حجمه اكبر شويه، يعني حجمه بيبقى محتاج حجم كبير، مش محتاج اي حجم وخلاص، عشان على ما بتقلي بيكش معاكي، لان
تكوني طبعا شايله القشر بتاعه كده. زي ما انتم شايفين انا شوحته. هبتدي انزل بقرنين فلفل رومي اخضر، ولو عندك اصفر عندك احمر حطي. حابه تضيفي طماطم ضيفي. انا ما كانش بصراحه عندي طماطم، فحطيت بدل الطماطم معلقه صلصه. وديت انا معلقه من التتبيله كانت فايده معايا، رحت جايه حطاها عليها واسيب واقلبهم كده، واسيب الفلفل يشرب من الجمبري والتتبيله اللي انا نزلتها. وهبتدي اضيف عليها معلقه من الصلصه، لو عندك طماطم او الصلصه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض قبل كده، مش حطها في الفريزر، يعني حاطه شويه على جنب في برطمان في التلاجة، تقدري ان انتي تاخدي منها معلقه، او تقطعي 2 طماطم، عدد 2 طماطم تكون حمرا. ولو حسيت اني عايزه معلقه صلصه ممكن تضيفي. بعد ما حطيت الصلصه وقلبتها، معلقه الصلصه وقلبتها، ابتدي اضيف الميه واسيبها على النار تاخد غلوه كده. وكده بعد ما غليت معايا كده وبقت حلوه، ريحتها خطيره خطيره. هبتدي بقى كده اطفي عليها كده، استوت، وهسيب فيها شويه ميه. ممكن تقدميها كده، وممكن تحطيها في طاجن وتدخليها الفرن، تدي شكل تجميلي احسن. هبتدي بقى كده زي ما انتم شايفين هدخلها الفرن، تسيبي فيها شويه صوص زياده شويه عن اللي انا سايباه ده، ماشي. هبتدي ادخلها الفرن واطلعها، وبعد ما اطلعها ابتدي اقدمها مع شويه رز صياديه وطحينه، بتبقى خطيره. اتمنى ان انتوا بجد تجربوه بالطريقه دي، طريقه سهله جدا وطعم فوق الرائع. هبتدي بقى عشان التزيين بقى والتصوير، هبتدي بقى احط شرايح من الليمون وادخلها الفرن. اول ما تاخد بس وش كده والصوص بتاعها ينشف، هروح جايه مطلعاه. يا جماعه هو مش محروق، هو بس الصوص بتاعها نشف شويه مني. اتمنى ان انتوا تجربوه. لو وصلتوا لهنا ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب لو انت لسه مش مشتركه، وكومنت حلو منك وتقولي لي رايك ايه فيه. ولو جربتيه ما تنسونيش في كومنت حلو كده. باي باي.